ماذا استفاد هذا الرجل نصر الله الحائري الذي قدم نفسه كعالم شيعي؟ ماذا استفاد من هذه التنازلات التي قدمها لأهل الخلاف؟ لم يستفد شيئا غير غدرهم وخيانتهم، حيث ألقوا القبض عليه ثم قتلوه، مع أنه قد اتفق معهم في مؤتمر وأعطاهم ما يريدون. تريدون منا أن نكف عن تجريم أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة؟ ها قد قدمنا، في مقابل أنه تعترفون بنا وأن تعطون الحق في الإمامة والخطبة في المسجد الحرام. الكلام هنا ليس عن كون الرجل خدم أهل البيت عليهم السلام بشعره مثلا، ليس الكلام هنا عن كون نصر الله الحائري ماذا فعل من مديح لأهل البيت عليهم السلام، ليس الكلام في شخصه أصلا إنما الكلام هو في موقفه الاستسلامي، في موقفه الانهزامي. هذا لقد قبل التنازل في ذلك المؤتمر المشؤوم ودفع ثمن ذلك غاليا، دفع حياته ثمنا لذلك التنازل. كان يحلم أن يعطيه البكريون الفرصة لأن يؤم الناس في المسجد الحرام ويخطب فيهم، فإذا بهم يهيجون ثم يقتادونه مخفورا ثم يقتلونه، وبتحريض من نفس ذلك الشيخ البكري الذي كان يحاوره في النجف لتحقيق الوحدة الإسلامية المزعومة. هو نفسه الذي طعنه في ظهره فحرض عليه حتى قتل. ثم لم يكتفي بذلك، بل ألف كراسا في الطعن في الشيعة، وزعم في كراسه أن الذين حاوروه في النجف من الشيعة لم تكن لهم حجة، والكراس موجود. إذن ما النتيجة من المؤتمر المشؤوم هذا؟ النتيجة أن المخالفين انتزعوا من الشيعة الاستسلاميين في ذلك المؤتمر المشؤوم صيدا ثمينا، حين جعلوهم يقرون على أنفسهم بالكف عن النيل ممن يسمونهم صحابة. ولم يحصل الشيعة مقابل هذا إلا النكث بالوعود والغدر والخيانة والأمر بلعن الرافضة على منابر مكة. هذا الذي جنوه من وراء ذلك المؤتمر المشؤوم. أما الخبيث نادر شاه فماذا استفاد هو الآخر؟ أيضا لم يستفد شيئا، بل كان هذا المؤتمر شؤما عليه. لم يمضي زمان طويل حتى غدر به أحد حراسه ممن تحالف مع بعض الثوار عليه داخل إيران، فهذا الحارس نزى عليه وقتله شر قتله، وقتل أبناءه، ولم يبق من عائلته أحدا إلا حفيده الصغير فقط. فذهبت آمال هذا الرجل في أن يحكم هو وأبناؤه وأحفاده إيران، ذهبت كلها أدراج الرياح، وانتقل الملك إلى بعض بني عمومته ممن كان على خصومة معه. ثم بعد ذلك لم يلبث أن جاء القاجاريون واستولوا على الحكم كلية.
هذه القصة ينبغي أن تكون لنا عبرة حتى نعرف أن طريق التنازلات لا يفضي إلى شيء. طريق التنازلات لا يوصلنا إلى شيء. ما قيمة أن يعترفوا بمذهبنا ويسمونه المذهب الجعفري مقابل أن نتنازل عن رسالتنا الرافضية العظيمة التي توارثناها عن أكابرنا، عن أئمتنا صلوات الله عليهم، الذين ربونا على النيل من الظالمين وأئمة الكفر والنفاق والضلالة حتى لا ينخدع بهم الناس. نحن أساسا لا ينبغي أن نعتد باعترافهم. اعترافهم وعدمه سواء عندنا، وعندما أقول عندنا فإني أعني الذين لا يعانون من عقدة النقص أمام المخالف، الذين يستشعرون السيادة الشيعية وأن الآخرين هم الأدون، هم الذين يحتاجون إلى اعتراف منا، لا العكس. نحن سادتهم وهم دوننا، كما نطقت روايات أهل البيت صلوات الله عليهم التي نقلناها لكم فيما تقدم من المحاضرات. هؤلاء الذين يمتلكون الثقة بالنفس هم الأجدر بتمثيل الواجهة الشيعية. وترى هؤلاء لا يهتمون بأن يعترف بهم العدو أو المخالف. أصلا العدو والمخالف ليس له قيمة عندهم. نحن الذين اعترف بنا الله تعالى واعترف بنا رسوله صلى الله عليه وآله واعترف بنا حججه صلوات الله عليهم. نحن لسنا مهزوزين، لسنا فاقدين للشرعية حتى نتسولها ونستعطيها من المخالفين والمنحرفين عن طريق أهل البيت عليهم السلام. أساسا نحن لا نقبل هذا الاصطلاح المذهب الجعفري. هذا الاصطلاح لا نقبله على ما فصلناه في بعض دروسنا الحوزوية ومحاضراتنا السابقة. هذا الاصطلاح نراه مما لا أصل له. نحن لا نقبل أن نسمى مذهبا خامسا، لأن أساسا عندنا مذاهب في التشيع العظيم، كل مرجع له مذهب يذهب إليه في اجتهاداته، فكيف نساوى نحن بمذاهبهم الأربعة هذه؟ ومن قال أصلا أننا نعترف بهذه المذاهب الأربعة أو نعترف أنها على حق أو نقر أنها على حق حتى يدرجوننا فيها أو يلحقوننا بها كمذهب خامس؟ ما هذا الذل؟ لماذا أنتم هكذا؟ ترقوا عن هذه الوضاعة واعرفوا قدر أنفسكم. أنتم شيعة آل محمد، أنتم مجد الإسلام، أنتم عز الإسلام، أنتم سادة المسلمين، لستم ناقصين حتى يكملكم الآخرون، لستم تستجدون من أحد حقوقكم، لا تطلبوا من غيركم أن يعطيكم فرصة الإمامة والخطابة في المسجد الحرام، بل أنتم من تعيدون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف إلى ولايتكم، إلى أوقافكم، فتكون الإمامة والخطابة لكم على رغم أنف أهل الخلاف ومن لا يرضى. نحن شرعيتنا نستمدها من أئمتنا الذين هم الأئمة الشرعيون، وهم يستمدونها بدورهم من خاتم النبيين وصاحب الشرعية الإلهية على الأرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. نحن ورثة هذه الشرعية. هذه الشرعية بيدنا نحن لسنا صغارا.
ما دمنا قد نقلنا لكم هذه القصة لتكون عبرة إن شاء الله